عربيتك مش راضيه تدور، او الشاشه طلعت لك رساله غريبه زي بي ان سيجنال، او فجاه تلاقيها تفصل نقلات او تمشي فردي بس او زوجي بس. لو عندك فتيس دي اس جي دراي يبقى لازم تعرف ايه هو الميكاترونيك. الميكاترونيك هو اللي بيتحكم في كل نقله، يوجه الفتيس ينقل ازاي وامتى. بتتكون من جزئين اساسيين، البورده والبادي او البامب. لو المشكله في البورده العربيه ممكن ما تدورش اصلا وتشوف رساله زي البي ان سيجنال، ولو المشكله في البادي العربيه هتعمل فلاشنج بين النقلات، وساعات تمشي على النقلات الفردي بس او الزوجي بس، وممكن تفصل وتحس ساعات ان هي بتنقل ببطء او بصعوبه. وكمان لو في تسريب من زيت الميكاترونيك ممكن يسبب ضعف في الضغط، وده ممكن يخلي النقلات مش طبيعيه او العربيه تفضل واقفه. وعلى فكره كل بورده ليها بارت نمبر، واحدث اصدار بينتهي بحرف الاي، وده بيكون اقل في الاعطال ومطور. اما اللي بينتهي بحرف الكي فده اقدم واكتر عرضه للمشاكل. اسلوب السواقه خصوصا في الزحمه والحر والطلوع المتكرر بيأثر جدا في عمر الميكاترونيك، عشان كده مهم جدا تكشف عليه قبل ما العطل يكبر. لو عربيتك من مجموعه فولكس فاجن وعندك اي مشكله في النقلات او رسائل غريبه بتظهر على الشاشه اكتب لنا في الكومنتات.